يا صباح السعادة عليكم أحلى وأجمل إخوات في الدنيا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، ويلا نبدأ فيديو جديد ويوم جديد. وتعالوا بقى قبل ما نعمل السندوتش ده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بجد مبسوطة جدا بأي حد بينورني في القناة وبينضم لينا. بشكركم على كل الكومنتات الجميلة اللي بتسعد قلبي، ولكم بالمثل يا رب، وربنا يكبر خاطر أي حد بيكتب لي كلمة حلوة. يلا بينا. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة عشان نبدأ نعمل الكفتة الحلوة دي وبطريقة سهلة وبسيطة، وبجد مش تاخد منك أي حاجة، ومقاديرها في بيتك. مش هنكتر من التوابل، هنحط حاجات مظبوطة والكفتة هتطلع مظبوطة 100%. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة كده جايبة الكبة ومعايا بصلاية، ومعايا فلفل أحمر وفلفل أخضر، ومعايا فصين من الثوم. هضرب كل الكلام ده وهرجع تاني. ايوه كده هبدأ ان انا اصفي كل الكلام ده. مش عايزه اي حاجه فيها ميه يا جماعه. بعدين انا يعني شاطفه الحاجات دي غسلاها ومنشفاها كويس، عشان مش عايزه الكفته بتاعتي يبقى مميميه كده. عايزاها ايه، متماسكه وحلوه. هبدأ اصفي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. اصلا اللون بتاعها تحفه. يلا بقى حط لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك. معايا كده نص كيلو من الفراخ، ومعايا كمان يعني حته ليا صغيره، ولو ما فيش ليا، لو الدهنه اللي بتيجي مع اللحمه دي ما فيش مشكله نفرمها. بصوا التوابل بتاعتنا: معايا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، وكمان ما ننساش كيس من المرقه الفوريه، تديها طعم وهتبقى جميله جدا. الميه دي مش هنرميها، مش هنستغنى عنها. وبعد كده هنحط ايه، ربطة من البقدونس. هاخد بس الجزء اللي تحت وهرمي اللي فوق. يلا بينا. هبدأ احط شوية زيت في المية اللي نزلت من البصل والكلام ده، وهبدأ ان انا بقى ايه على الستنك كده، وهبدأ ان انا احط الستيكس بتاعتي دي. غسلها كويس وسايباها في مية شوية يا جماعة. يلا بينا. ولو مش موجودة عندك تقدري على معلقة على اي حاجة وتبدأي تحطيها في الصينية عادي، مش هيحصل اي مشكلة لو هتدخليها الفرن. بصوا ما شاء الله هي متماسكه. وعايزه اقول لكم انا بدات ان انا ادي كده عجن في الكفته، وحطيتها في التلاجة بتاع ساعه كده. ما عملتهاش على طول، سيبيها ساعه، ولو عملتيها من بالليل مفيش اي مشكله. عايزه ارد على كومنت كده حبيبه قلبي كتبتهولي، اللي عايزه العيش في الفرن بتاع البوتاجاز. حاضر من عينيا، هعمل لك فيديو حلو قوي، استنيه وان شاء الله هيعجبك. بس يعني هيبقى حاجه زي العيش، بديل العيش ده، بس هيبقى زيه كده بالظبط، وهيبقى تحفه جدا وهيعجبك ان شاء الله. تمام، استني الفيديو ده. يلا بينا بقى ندخل كده على السوا. معايا وok كده سخن، هبدأ اسخنه كويس جدا، وهحط حبة من الزيت صغيرين جدا، وهبدأ امشي كده على الجريل كله. بس اهم حاجة الجريل يكون سخن. تمام كده. هبدأ بقى ان انا انزل بالقطع الكفتة وبالراحة، مش هنزل بيها مرة واحدة عشان الوك بتاعتي عفوا، الوك ما يبردش مني. قولي بقى انتوا عاملين ايه في الحر ده؟ كويسين؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه بتكلم معاكم بطبيعتي قوي يعني، ولو متوتره او متلخبطه شويه يعني ايه اعذروني. بصوا بقى ببدا تتلسوع من هنا اجيبها هنا، مفيش مشكله. معايا بقى حله كده او وok او طاسه، اي حاجه ايا كان اللي عندك. هبدا ان انا احط شويه زيت، معايا توم باودر، بصل باودر، ومعايا ملح وبابريكا. تمام كده، هديهم بس تشويحه كده. وهنزل بمعلقتين كبار من الصلصه. الخليط ده يا جماعة مع البصل مع السماق اللي احنا مسكنا البصل كده ظبطناه بيه مع العيش ده، والله العظيم تحفة. الصوص لوحده تحفة حكاية. انا كل ده حطيت الفراخ على العين التانية كده مع نفسها. بقى جبت العيش ده، واي عيش عندك مش شرط ده، العيش البلدي كمان يبقى تحفة جدا. هبدأ بقى ان انا كده ايه الصوص كله احطه مع بعضه كده، مع بعضه ايه قصدي يعني على العيش. ومعايا بصلاية حمرا، شويه سماق كده مسكتهم بقى، وشويه ملح. مسكت البصلايه دي بقى بايديا كده وظبطتها خالص، وبعد كده زي ما انتم شايفين كده رحت حطها على العيش، واحط الكفته وكلي بقى. وبصي
انسى اي حاجه، انسى الحر اللي احنا فيه ده. عايزاكم تكتبوا لي كده ايه رايكم في الفيديوهات، عايزين فيديوهات روتين، عايزين ايه؟ اكتبوا لي كده وشاركوني واشتركوا معانا في القناه. بجد يا جماعه ببقى مبسوطه جدا لو شخص واحد، ايوه ببقى مبسوطه. ايه المشكله يعني ان شخص واحد، ناس تقول انت يعني شخص واحد، شخص واحد بيساعدني وبيفرحني. بصوا يا جماعه، كفته ايه رايكم؟ عايزه تحطيها على الفرن مفيش اي مشكله، بس انا بحب الساعات اللي فيها دي على على الجريل، يعني بيكون تحفه وبتبقى طعمها جميل جدا. بنفس الخليط بقى اللي احنا استخدمناه، اللي هي ميه البصل والميه اللي صفيناها من التوابل بتاعتنا، من الخضار بتاعنا اسفه. هبدا كده امشي عليها بقى، هديها تلميعه حلوه كده. تسلم ايديكم على كل حاجه بتعملوها انتوا، ما شاء الله عليكم برضو. اه، انا عايزه بقى كوبايه اي حاجه كده، اي حاجه، ها انتوا عارفين انا قصدي ايه. واقعد على جنب. يلا بينا. هدوق، لازم أنا ادوق واقول لكم ايه رايي. والله العظيم بجد تحفه جدا جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.